السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا. هنعمل فراخ مشوية في البيت بتتبيلة حلوة جدا ومميزة، وان شاء الله تعجبك وتجربيها. اول حاجة هنبدأ فيها التتبيلة بتاعت الفراخ. معانا بصلاية مخرطينها طبعا، وكام فص توم وطماطمايه، ومعانا ليمونتين كبار اساسي معانا في الوصفة. معانا كمان معلقتين كبار من الخل، ومعانا معلقة من السكر، ورشة جوز الطيب لسه بشرينها حالا. تقدري تستغني عن معلقة السكر وتحطي معلقة من العسل. معانا بقى التوابل، معانا فلفل اسمر، ومعانا كزبرة ناشفة وبابريكا وجنزبيل وحبهان وقرفة، ومعلقة كبيرة من الملح، وكمان معانا معلقتين كبار من الزيت. هنعمل كل التتبيلة بتاعتنا دي في الخلاط، سهلة وسريعة جدا، مش هتاخد منك لا وقت ولا مجهود. هننزل بكل المقادير اللي معانا في الخلاط، وبعد كده هنضربها ضربة كويسة. طبعا المقدار ده بتاع فرخة واحدة. لو حابة تضاعفي الكمية في عزومة ولا حاجة، هتضاعفي كل المقادير دي. وكل فرخة بتاخد معلقة كبيرة مليانة من الملح عشان تطلع معاكي التتبيلة مظبوطة. ضفنا كده كل الحاجات بتاعتنا في الخلاط، ومعانا بقى الليمون، معانا ليمونتين كبار. لو هتضاعفي الكمية، كل فرخة بتاخد ليمونتين كبار. كده تمام. خلاص هنعصر الليمون بتاعنا ونضربهم ضربة حلوة. طبعا أثناء الفترة دي كنا غسلنا الفرخة بتاعتنا ونضفناها كويس بالملح وبالدقيق وبالجنزبيل، هيضيع معاكي أي زفارة نهائي. وبعد كده بتنقعيها في مية وعصير ليمون وشوية من الجنزبيل، وتأكدي مش هتشمي ريحة زفارة نهائي. خلاص بصوا الفرخة معانا فاتحينها كده اهو زي بتاعت بره بالظبط. منضفينها كويس جدا طبعا، وغسلناها زي ما قلتلك، صفيناها من المية وكسرنا العظمة اللي ورا بحيث تبقى مفتوحة معانا بالشكل ده. هتطلع معاكي احلى من بتاعت بره كمان. اهو جبنا بقى السكينة وابتدينا نغرزها كده. طبعا ليه؟ عشان التتبيلة تدخل جوه اللحم بتاع الفرخة وتبقى متحيقة وجميلة جدا. خلاص عملناها كده، والخلطة معانا جاهزة اللي هي التتبيلة. خلاص هننزل بيها بقى على الفرخة بتاعتنا. أثناء الفترة دي طبعا مسخنين الفرن على أعلى درجة حرارة، عشان أول ما تخش الفرخة تاخد صدمة وتبتدي تستوي وتحمر معانا. بنبتدي بقى ندلك كده الفرخة كأنك بتدلكيها بالظبط اهو كده، بحيث التتبيلة كأنك بتعملي مساج. تاخدي كده من التتبيلة وتدعكي في الفرخة اهو بالشكل ده. بتخلي طريقة الفراخ دي بتطلع حلوة جدا. كمان لسه بصوا بتبتدي كده بين الجلد وبين اللحم تدخلي من التتبيلة بتاعتك، بحيث تطلع كلها شاربة من التتبيلة ومتهيئة كويس جدا. اهو كل ما تلاقي حتة كده تقدري تدخلي ايدك فيها بتحط لها من التتبيلة. اي حتة كده مفتوحة اهو بصوا زي كده. بصوا هنغرق الورك كله والصدر كمان. هتطلع معاكي ما شاء الله تحفة واحلى من الجاهزة. اهو بالشكل ده تقدري بقى لو في عزومة تعملي مثلا 3 4 فرخات على حسب عدد الموجودين. كل واحد بقى اذا كان هياخد ربع ولا نص، طبعا انتي وكيفك. اهو بالشكل ده خلاص تبلناها. معانا بقى صينية وكيس حراري، بتطلع معانا في الكيس الحراري مستوية وزي الزبدة. اهو هندخل بقى الفرخة بتاعتنا بالشكل ده. طبعا لو عاملة كذا فرخة تقدري تحطي 2 في كيس لو الكيس بتاعك كبير، او تقدري تحطي كل واحدة في كيس وتعمليهم على كذا صينية او في صاج كبير. طبعا بتبقى حلوة جدا في العزومات، سهلة وسريعة ومخدتش مننا وقت ولا اي حاجة. دخلناها في الكيس بتاعنا وابتدينا طبعا نسوي الشكل بتاعها عشان تاخد وضعها وتطلع بالشكل اللي احنا حطيناها بيه. يعني هتطلع نفس ما احنا حطيناها كده بعد ما تستوي. فبتظبطيها كويس جدا، وبعد كده بتضيفي شوية من التتبيلة فوق الوش. دي بقى اللي بتخلي لونها احمر وجميل. ما شاء الله تتبيلة حلوة جدا، ان شاء الله تعتمديها. تقدري كمان في العزومات تعمليها بنفس الطريقة دي وتقفلي الكيس وتحطيها جوه التلاجة، ووقت التسوية تاني يوم في العزومة تطلعيها قبلها بساعة. بتاخد ساعة في الفرن. اهو بالشكل ده قفلنا الكيس كويس جدا. بالشكل ده بتشديه كده من الناحيتين اهو كده اتقفل معانا تمام.
خلاص بنظبط الصينية بتاعتنا وندخلها على الفرن. قبل ما ندخلها لازم نعمل فيها كام فتحة كده للتهوية عشان ايه الكيس ما يتفتحش مننا. اهو بالشكل ده دخلناها، خدت ساعة بالظبط. عملنا بقى كده شوية رز بسمتي، طبعا عشان التقديم عملناه مع بعض كتير قبل كده. اهو بالشكل ده ما شاء الله، يعني ده طبق او صينية كده بتبقى منتهى الفخامة. حاجة كده مش هتكلفك اي حاجة، كل الحاجة دي طبعا موجودة في البيت. والفرخة هتجيبيها وتعمليها تبقى اوفر كتير من بره. حاجة نظيفة وانتي اللي غسلها بايديكي. ما شاء الله بصوا طلعت بقى استوت وبقت زي الزبدة، وشكلها وطعمها وريحتها حاجة كده تحفة. ما شاء الله حلوة جدا التتبيلة دي، جربيها وان شاء الله هتعتمديها. حبينا بقى نجمل الطبق بتاعنا كده ونخليه طبق شيك وفخم كده. معانا شوية فول سوداني وزبيب حمرناهم بالشكل ده وضفناهم على الرز البسمتي بتاعنا. اهو لو جبتي بقى الطبق ده من بره ما شاء الله هيقطع مبلغ وقدره. اهو حطينا بقى معاها كمان ايه، عملنا سلطة الدقوس، عملناها برضو مع بعض قبل كده، بتبقى حلوة جدا معاه. ده لو عاملين رز، لو مش هتعملي الرز البسمتي وهتقدميها على بقدونس يبقى هنعمل كده جنبها شوية طحينة وشوية سلطة وبألف هنا وشفا. زينا بقى الطبق بتاعنا كده بشريحة ليمون وشريحة طماطم وجزراية. ما شاء الله اي حاجة بقى متوفرة عندك، حاجة كده منتهى الفخامة والشياكة. يلا بقى اعتمدي الوصفة دي وان شاء الله تجربيها، والطعم مش قادرة اقولك، جربي بنفسك واحكمي. بصوا كمان مستوية وزي الزبدة، حاجة كده جميلة جدا ولذيذة. بألف هنا وشفا لكل اللي هيجربها بإذن الله. وان عجبتك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لكركديه وتمر هندي.